السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل كباب حلة حلو قوي، هيعجبكم ان شاء الله. معايا كيلو بصل وعليه كيلو لحمة، ومقطعة الاتنين نفس الحجم. البصل قد اللحمة والكمية برضو نفس الكمية. معايا قرفة وقرنفل، توم بودرة وبصل بودرة وجنزبيل، 7 بهارات، فلفل، جوز الطيب، الملح مش هحطه دلوقتي. اروح على النار واسخن معلقتين سمنة كده حلوين كبار، وانزل بيهم الاول على البصل. اشوح البصل تشويحة حلوة على نار متوسطة. انا عايزة كمية البصل دي تقل وهو يدبل شوية ويبقى لونه بيلمع ويغير شوية. هنشوف مع بعض دلوقتي ازاي، ما استعجلش عليه، واحدة واحدة. وطبعا انا مسخنة مية عشان هنزل بعد اللحمة بمية سخنة مش ساقعة. بصوا البصلة، طبعا واضح قوي ان حجمها قل عن الاول وبتلمع اهي ودبلت خالص. ابدا بقى انزل البهارات قبل اللحمه علشان تتحمص شويه مع البصل، لان لو نزلت اللحمه هتنزل بميتها، البهارات مش هتتحمص، مش هتطلع ريحتها، والنتيجه مش هتبقى حلوه. تمام، تقلبتين بس كده. وبعدين انا غاسله اللحمه ومصفياها وكله تمام، هنزل بيها. اللي قدامكم ده مش دم، دي الصوص بتاع اللحمه. خلاص، هقلبها بقى كده ومش هحط ميه خالص. هسيبها على نار متوسطة واغطيها لما تنزل ميتها وتبدأ تستوي فيها. وبعدين ابدأ ازود المية تدريجي حبة حبة، وكل ما تشربهم ازود تاني علشان ما احطش كمية كبيرة. بصوا انا لحد دلوقتي محطتش مية خالص. هبدأ بقى اديها تقليبة وازودها كوباية كوباية على نار وسط، معليش النار خالص. والمية زي ما قلتلكوا مية مغلية. تمام، هسيبها بقى كده على نار وسط واغطيها وابدا اعمل الخطوه اللي وراها. انا جايبه بطاطستين متوسطين، مقطعاهم مكعبات وغسلاهم كويس جدا، وهحمرهم في الزيت. خلاص، هعمل بيها ايه البطاطس دي؟ هضيفها على اللحمه في اخر 10 دقايق تسويه. بتدي طعم حلو جدا وبتشرب من الصوص اللي في اللحمه، وبترمي كميه اكتر. اهي اتحمرت كويس واللحمه كمان استوت، ما اخدتش معايا وقت على النار خالص. وممكن اي قطعيه من اللحمه تنفع في الوصفه دي. حطيت بقى الملح بتاعي واتاكدت ان هي مستويه، نزلت بالبطاطس وهديها غلوه واحده بس واطفي، مش اكتر من كده عشان البطاطس ما تتهريش. هي اللحمه اوريدي مستويه اهي. قلبتها تقليبه وسبتها. تمام، نعمل بقى الرز ايه بالشعريه، شويه رز تحفه. حلة اهي حاطه فيها معلقه سمنه كبيره، وهحط الشعريه وابدا احمرها على نار هاديه، وافضل اقلب فيها تقليب مستمر، ما اشيلش ايدي علشان ما تطلعش واحده متحمره وواحده لا، تاخد نفس اللون. تمام، وانا طبعا غاسله الرز ومصفياه اهي، اتحمرت بقت زي الفل. انزل بقى بالرز عليها واديله تقليبه اشمعه بالسمنه، وبعدين هنزل عليها بالمية المغلية والملح واسيبه على نار هادية لحد ما يستوي خالص على راحته. وانا بحط كمية الرز ازود شوية المية، اعمل حساب الشعرية عشان تستوي. تمام، اهي المية اهي هتاخد غلوة على نار عالية، وبعدين اهدي النار خالص على اضعف عين عندي، واسيبها لحد ما يستوي الرز كويس. ابدأ هنا انا عايزة اوريكم قطعية البطاطس دي. هنعمل شوية بطاطس محمرة. بصوا البطاطس دي عاملة زي عيدان الكبريت، رفيعة جدا، وطعمها لما بتطلع بتبقى تحفة ومقرمشة وحلوة قوي قوي ومختلفة. بصوا انا بوريكم بقطعها كده ازاي عشان تطلع النتيجة زي ما انتوا شايفين. بقطع ترانشات اتخن من الشيبسي شوية صغيرين، وبعدين اقطع بالطول رفيع على قد ما اقدر. بصوا انا هوريكم فوق اهو، بصوا رفيعة ازاي، مش تخينة خالص. وابدأ اقطع قطع طولية رفيعة جدا عشان اوصل للنتيجة اللي انتوا شفتوها في الاخر. والمية مش حاطة فيها ملح، مش حاطة فيها خل، مش حاطة اي حاجة. هحمرها وبعدين املحها واحط عليها اي بهارات لو انا عايزة. بصوا قطعة كمان اهي بالراحة. البطاطس دي الولاد بياكلوا منها مش عايزة اقول لكم ازاي، حلوة جدا. خلاص قطعتها والزيت سخن على النار مطرح ما قليت البطاطس الاولانية، ونبدأ نقلي ونقلب كويس في نص القلية كده بالشوكة عشان افرطها عن بعض لحد ما تستوي.
وخلصت اكلتنا على كده النهاردة، وان شاء الله تعجبكم وتاكلوها بألف هنا وشفا. ولو عجبكم الفيديو ياريت تدعموني بلايك. انا اسمي رندا ودي قناتي، ومتشكرة لكم جدا.